بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامة عظهور الخيل. منتخبنا إلى نهائي كأس آسيا يا أخوان. لحد هاي اللحظة أنا وأنا بصور مش متخيل ولا مصدق إنه الأردن في نهائي كأس آسيا، بلدنا في نهائي كأس آسيا. فرحتنا غير، والله غير. والله أنا طلعت للشارع وبصراحة فرحت مع الناس وبالأسواق، ويا أخي فرحتنا غير. والله إننا ممتعين، والله نستاهل التأهل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. مبروك لكل جمهورنا الأردني، مبروك لقائد الوطن، مبروك لكل الوطن، مبروك للاعيبتنا الرجال اللي بالملعب، مبروك للكرة الأردنية جميعا. أعصاب ما ظل فينا أي حيل في المباراة. شاهدنا أطول تقريبا نصف ساعة في آخرها، أطول نصف ساعة بتاريخ البشرية هي اللي صارت في المباراة. بصراحة ما صدقنا تخلص المباراة بعد الهدفين. الكل بيتطلع، الكل بيستنى الوقت حتى يصفر الحكم، والحمد لله وصلنا لنهائي القارة. منتخبنا ينتظر خصمه في النهائي. هذا شيء لا يصدق يا اخوان. انا راح ادخل على جو المباراة وبحكي عن شغلات بالبطولة صارت. بصراحة في شيء فاجأني وفاجأ اي حدا بيتابع الكرة الأردنية من زمان. عندنا شغلة مختلفة في هذه البطولة، هي الانضباطية يا اخوان. التركيز الذهني اللي دائما بيركز عموته معه، دائما في اي تصريح بيطلع في البطوله بيحكي ذهنيا ذهنيا ذهنيا. لما فهمنا شو يعني ذهنيا، انه لاعبين المنتخب بيكونوا مركزين، انه لاعبين المنتخب بيكونوا باعلى درجات الدقه في الملعب، اخطاء قليله، تركيز عالي جدا، مهاجمين بيعرفوا متى بيصطادوا الاهداف، مش طبيعيين. بصراحه منتخبنا قدم دروس كرويه عاليه المستوى لكل منتخبات اسيا في هذه البطوله. منتخبنا يستاهل التاهل، مش صدفه، والله مش صدفة. اللي بيصل لنهائي آسيا مو صدفة والله. وبالتأكيد دائما بشجع منتخباتنا العربية، ودائما بنطلع على فرحتهم ونفرح معهم، لكن هاي المرة جاء الدور علينا. اجي يفرح الجمهور معنا، اجي لحتى يفرح جمهور العربي كله معنا. وبصراحة نفس ما ظل فينا من الفرحة. وبالتأكيد منتخبنا برجع بحكيها بيستاهل كل هالتأهل. منتخبنا من أقوى هجوم أو أقوى هجوم في البطولة. منتخبنا مميز بكل شيء. منتخبنا يستاهل هذا التأهل بالتأكيد. وبرجع بعيدها مليون مرة بالفيديو أنه منتخبنا يستاهل التأهل بهذه المباراة وهذه البطولة بالتأكيد. منتخبنا اليوم دخل بنفس التشكيل اللي في المباريات السابقة تقريبا، تغييرين حدثا فقط. التغييرين اللي حدثا نفس الأسلوب لكن الأسماء تغيرت. بالتأكيد محمود مرضي دخل بديل لعلي علوان في المقدمة، وبالتأكيد على الشمال أو في قلب الدفاع بدلا من سالم العجلين شفنا اليوم براء مرعي بالتأكيد اللي اليوم قدم مباراة كبيرة. وشفنا أبو حشيش يغطي مكان محمود مرضي. هذا الشيء التغيير اللي حدث فقط لا غير في المباراة. لكن كان في نقطة يلعب عليها كوريا الجنوبية في المباراة، هي أنه بده يضرب الجناح اللي كان فيه سالم العجلين ومحمود مرضي، وهم يعلموا بأنه هذا الجناح هو أساسي، وهذا هذا الظهير أساسي أو قلب الدفاع أساسي، وأنه اليوم غايب. وهذا كان واضح جدا انه هم بيركزوا على هذا الجناح او هذه الجهه بالتاكيد حتى يضربوها، لانه بيعلموا انه البديل مش زي الاساسي. لكن هم تفاجئوا في الشوط الاول، كانوا يدخلوا بعض المرات، لكن تفاجئوا انه مع مرور وقت المباراه اصبح هناك انسجام كبير، انضباط كبير جدا. براء مرعي وابو حشيش كانوا مركزين، وخاصه في الشوط الثاني بشكل كبير جدا. منتخب كوريا كان يلعب عليها النقطه وحاول انه يدخل مناطقنا ما قدر. لكن تعال منتخبنا اللي مسك الكرة من بداية المباراة وهاجم وبالتأكيد فاجأ منتخب كوريا. منتخبنا بيلعب بسلاسة عالية جدا. منتخبنا بيعرف كيف يوصل الكرة للمهاجمين الخطيرين قدام. ممكن يجي واحد بيقول لي هو منتخبنا ما عنده غير هالثلاث مهاجمين وخلص وانتهت الأمور وهذول هم اللي بيفوزوكم. لا 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 سيد العزيز، لازم تعرف شيء، انه دفاعنا يعرف كيف يطلع بالكرة ويوصلها للمهاجمين. هاي نقطة مهمة ومفصلية وفيها انضباطية عالية جدا وتركيز كيف انك تطلع فيها لوسط الملعب. وسط الملعب اللي ممكن هو مش اقوى خط في الملعب بالتأكيد مع منتخبنا في آسيا، لكن وسط الملعب له دور كان كبير اليوم، خاصة في نزار رشدان ونور روابدة اللي كانوا يحاولوا يوصلوا الكرة ليزن عماد ومحمود مرضي وموسى التعمري. نرجع ونحكي انه احنا استاهلنا تأهل. منتخبنا اقتنص هدفين في الشوط الثاني، وكان يلعب على اخطاء منتخب كوريا الجنوبية اللي كان دفاعهم ضعيف في هذه البطولة، وقبل المباراة كانوا متلقين تقريبا 8 اهداف. هذا يوضح انه عندهم ضعف، ولعب عليها حسين عموتة اللي احنا بنعتذر
كلنا كجمهور أردني له قبل البطولة كنا بننتقده، لكن هو قال اصبروا علي وبدي وقت، وفعلا حصل على الوقت وفعلا جاب الإنجاز. إنجاز إنك توصل لنهائي بفريق برجع بحكيها لا يمتلك الإمكانيات اللي يمتلكها باقي الفرق في البطولة. أغلب الفرق في البطولة لا تمتلك أو عندها إمكانيات أعلى منا بشكل كبير، هذا واضح جدا. واليوم نوصل نهائي آسيا، باقي على الحلم 90 دقيقة. عموته باقي على الحلم 90 دقيقة. الله يحييك ويحيي المغرب ويحيي المغرب اللي جابتك، وبالتأكيد الطاقم الكامل المغربي بنحييه وبنشكره. وبالتأكيد عموته برجع بحكيها انه مدرب من الطراز الرفيع بهذا الاسلوب اللي قدمه في هذه البطوله، وبالتاكيد ظلمناه قبل البطوله، حكينا عليه في تصفيات كاس العالم، لكن كان هذا لمصلحه منتخبنا، وبالنهايه وصل لنهائي آسيا. إذا أنت بدك بالتأكيد تشوف كل إيجابياته مميزة جدا. وبرجع بحكيها عمري ما شفت منتخبنا بهذا الانضباط، انضباط عالي جدا. ممكن قبل كان ينضبط لكن مش بالتركيز 100% طوال المباراة. ما شاء الله، هذا شيء مميز. وبالتأكيد منتخبنا بالنهاية وصل للمراد، وإن شاء الله باقي برجع بحكيها 90 دقيقة. يا زنعمات ما شاء الله، يا زنعمات ما شاء الله، يا زنعمات ما شاء الله. موسى التعمري ما شاء الله، شو هالأداء، شو هالمستوى اللي تلعبوا فيه في الهجوم، ما شاء الله عليكم، شو هالانضباطية، شو هالركوز، شو هالفن، شو هالمهارة. بالتأكيد إن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب ونشوفكم في أحسن أندية في العالم. بالتأكيد أنا بحضر دوريات وبتابع دوريات أوروبا، لكن يزن عماد والله بيتفوق على كثير مهاجمين يلعبوا بفرق عالية المستوى في أوروبا. والله أنه يلعب أفضل من مهاجمين يلعبوا في أندية توب في بلدانهم. هذا اللاعب يزن عماد. وموسى التعمري في فرنسا يقترب إن شاء الله من فرق كبيرة في أوروبا بإذن الله، اقترب، ويزن عماد إن شاء الله راح يلحقوا علي علوان. كل لاعبيننا بشراسة بيأدوا، وما شاء الله عليهم انضباط تكتيكي رهيب جدا في الملعب. الحمد لله منتخبنا في نهائي آسيا، باركونا يا عرب. بالتأكيد احنا ان شاء الله ننتظر مباراة قطر، وان شاء الله قطر راح يكون الطرف الثاني في النهائي. لا تحكي لي ما بدنا فريق عربي وممكن ينافس، لا احنا بنحكي لك انه بدنا قطر في النهائي. ان شاء الله راح يكونوا معنا، وان شاء الله راح يكون نهائي عربي، وباذن الله يختم هالنشامة بالختام الصحيح. بخابركم عيني شلون كيف وصلنا للنهائي، وبالتأكيد كلنا ثقة فيكم. هاتونا الكاس يا رجال.